أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ تخيل معايا كائن ربنا عز وجل خلقه خلاه يقدر يتحمل اقصى الظروف، زي مثلا درجه الحراره بتكون قاسيه جدا فوق ال50، او يمشي في الصحراء لمسافات طويله ويقدر يعيش ايام وشهور من غير ما ياكل ولا يشرب. ده غير ان مشيه في الصحراء لوحده كفايه. الكائن اللي احنا بنتكلم عنه ده ملقب بسفينه الصحراء، وده بسبب انه بيمشي مسافات طويله، وسبحان الله عنده قوه صبر وتحمل قويه جدا، غير انه بيساعد الانسان من الاف السنين. الكائن ده مش اي كائن، ده صديقنا الجمل. وفي الفيديو ده يا صديقي هنعرف مع بعض شوية معلومات ممكن تكون أول مرة تعرفها عن حياة الجمل، فصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالى نعرف مع بعض حياة سفينة الصحراء ده عاملة إزاي، والقوة اللي ربنا عز وجل ميزه بيها. السلام عليكم، عامل ايه يا صديقي؟ اخبارك ايه؟ ان شاء الله تكون بخير دايما. اهم حاجه يا صديقي قبل ما نتكلم في اي حاجه، عايزك ما تنساش لايكك الجميل للفيديو، الشير الكتير عشان غيرك يستفيد، والاهم انك تشترك في القناه. ولو حابب ان احنا نتكلم على حاجه معينه فانا هسيب لك الانستا بتاعتي في الوصف، ابعت لي وقول لي انت عايزنا نتكلم في ايه، فنبدا موضوعنا. فعلا سبحان الله الذي خلق هذا المخلوق وابدع في خلقه. الجمل ده لما تيجي تشوفه في الحقيقه استعجب من كتر التفاصيل اللي ربنا عز وجل ميزه بيها. سبحان الله ربنا عز وجل خلقه بالمواصفات دي عشان يقدر يتعايش على البيئه اللي هو فيها. يعني عندك مثلا ربنا عز وجل ميزه انه يقدر يشرب من ميه البحر او اي ميه مالحه، وطبعا مفيش اي مخلوق يقدر يعمل كده غير الجمل، لان الكليه بتاعته تقدر تصفي الملح الزايد من الميه تخليها صالحه للشرب. وطبعا هتسال وازاي الملح الزايد ده بيخرج من الجسم؟ اقول لك سبحان الله الملح الزايد ده بيخرج عن طريق البول بتاعه. الجمل ده متميز برضو انه يقدر ياكل الاشجار الشائكه والنباتات الشائكه من غير ما يحصل له اي ضرر او اذى. ومتميز برضو بلعاب سميك ليه خصائص بتساعده على تلطيف الشوائك اللي بتخش في بقه. بالاضافه ان شفايفه والبنيه الداخليه للفم صلبه وقويه جدا، وده بيسمح لها بمضغ النباتات الشائكه بسهوله. سبحان الله عنده جوفان مزدوجان، واحد رقيق وشفاف تاني سميك، وده طبعا حمايه لعينيه اثناء العواصف الرمليه. طبعا لما بيحصل العواصف دي الجمل بيغلق جوفه الشفاف عشان يمنع الرمل يدخل عينه اثناء ما هو ماشي في الصحراء. سبحان الله متميز برضه برموش طويله وكثيفه برضه عشان تحميه من الغبار واشعه الشمس. سبحان الله عنده القدره في التحكم في درجه حراره الجسم، بمعنى انه يقدر يتحكم في درجه حراره جسمه زي ما هو عايز على حسب احتياجه، يعني يقدر يزودها او ينقصها. وده طبعا الكائن الوحيد المتميز بالميزه دي. سبحان الله تبارك الله احسن الخالقين، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. فبس كده صديقي، ده كان فيديو بسيط يفهمنا قد ايه قدرة الله عز وجل عظيمة. فبس كده، سلام عليكم.